السلام عليكم، اهلا يوتيوب فيديو جديد. ده هيكون اول فيديو في سلسله صغيره جدا هنتكلم فيها عن الديزاين باترنز في يونيتي. مش كتير ولكن هتكون حاجات مهمه جدا. طيب، الفيديو ده بالتحديد او التوبيك بتاع النهارده ده ليه قصه شخصيه معايا. انا لما اشتغلت مبرمج في شركه، في بدايتي خالص كنت جيم بلاي انجينير بيونيتي انجن في احدى الاماكن يعني. وللاسف كنت بكتب سباجيتي كود، يعني اللي هو المهم الكود يشتغل، والمهم يكون اوبتمايزد، بس مش مهم يكون منظر الكود حلو، مش مهم يكون ترتيبه صح. لان انا واحد من الناس اللي كنت مقتنع مش مهم الترتيب على قد ما مهم انه يكون شغال وانه يكون efficient يعني. تمام، مش معنى ان الحاجه مش مترتبه انها ما تكونش شغاله صح، يعني ممكن تكون شغاله صح جدا، بس الترتيب ده بيصعب عليك الوضع بعدين لو انت مش ما اهتمتش بيه. وقد كان فعلا بعد تقريبا سنه كامله من الشغل اكتشفت ان انا تقريبا عايز اعيد برمجة المشروع كله من الصفر تاني، يعني اعيد شغل السنة. وده طبعا مستحيل ان احنا نعمله. فالحمد لله الليد بروجرامر عندي بدل ما يعني يقول لي طب مع السلامة، قال لي لا، قال لي يعني خلاص، نبدأ من اول وجديد على نظافة، والقديم ده يفضل شغال زي ما هو يعني. فالحمد لله انها عدت على خير. وخليني اقول لك المشكلة كانت فين بالظبط. عشان تفهم الموضوع، انا عندي هنا بروجكت صغير هشرح عليه. عندي هنا تفاحتين، دي كده ابل، دي كده تفاحة عليها كولايدر. وتحتها هنا تفاحتين، واحدة فريش وواحدة روتن. فريش اللي هي اللي انت شايفها قدامك دي، والروتن اللي هي التفاحة المعفنة او البايظة دي. ماشي. طيب، فاحنا مظهرين بس الفريش دلوقتي. وعندي جيم اوبجكت تاني اللي هو الروتن ابل، دي بقى التفاحة المعفنة نفسها. طيب، زي ما انت عارف ان لو الحاجة الفاكهة اللي هي الفريش لو قربت من الفاكهة البايظة بتبوظ، صح؟ فاحنا عايزين نعمل برنامج صغير، ان احنا لو جبنا التفاحة دي وقربناها للفاكهة دي اللي هي التفاحة البايظة فتبدأ تبوظ زيها. ماشي. طيب، يعني بمعنى اصح الفريش فيرجن دي هتعمل بفولس، والروتن فيرجن هتبقى بترو، فتظهر التفاحة البايظة. ماشي. برنامج بسيط جدا. اول ما التفاحة السليمة تلمس التفاحة البايظة هيشتغل صوت، اللي هو الصوت ده، اللي هو الصوت بتاع الجي تي اي. تمام، ده الصوت. الحاجة التانية، عايزين برضو نظهر اليو اي ده، اللي هو اليو اي اللي هو كلمة روت والورنينج ساين دي. تمام، هي ما هتكون مختفية فهنظهرها. يبقى اللي هيحصل لما التفاحة دي تقرب من دي هتبوظ زيها، والصوت ده هيشتغل، واليو اي ده هيظهر. السكريبت على التفاحة اهو، وهفتح السكريبت وهنقول ايه. هجيب جيم اوبجكت سيريالايز فيلد، جيم اوبجكت، واقول دي الفريش ابل، دي التفاحة الفريش. وهعمل زيه واحدة بس هسميها الروتن ابل، التفاحة المعفنة. تمام. طيب، وهقول اون كوليجن انتر لو في كوليجن دخل. تمام. دور على التاج اللي اسمه، انا عندي الروتن ابل التفاحة المعفنة دي شايلة تاج اسمه روتن ابل. ماشي. طيب، فدور على التاج اللي اسمه روتن ابل. يبقى شوف لو الكوليجن ده دوت كولايدر، الكولايدر بتاعه دوت كومبير تاج، شوف التاج اللي على الجيم اوبجكت ده. تمام، اللي على الكولايدر ده لو هو اسمه روتن ابل، هنيجي هنا ونقول والله الفريش ابل خليها بست اكتف بفولس، والروتن ابل ست اكتف بترو. حلو جدا. فلو الابل دي خبطت في اختها، اوبا اتحولت لروتن ابل زيها. ماشي. اه. طيب، دي اول حاجه. الحاجه التانيه اللي محتاجين نعملها، محتاجين نشغل الصوت او نظهر اليو اي. فعشان نظهر اليو اي محتاجين ان احنا نعمل ريفرنس لليو اي هنا. فهنيجي هنا ونقول serialize field game object UI، ونقول هنا اهو UI دوت set active بترو، شغل اليو اي. ماشي، او خليه اكتف. تعالى هنا كده. طيب، فاليو اي ده هنحطه هنا كده ونشغل. فلما التفاحة دي تتحرك وتخبط في التفاحة التانية، اليو اي هيظهر. كلام جميل. طيب، عايزين نشغل الصوت، فاحنا محتاجين نجيب الساوند سورس.
طب يلا تعالى نجيب الساوند سورس. هنيجي هنا اهو ونقول هات الاوديو سورس، اوديو سورس، وهنقول هنا اهو اوديو، ونقول اوديو دوت بلاي، شغل الصوت اوديو دوت بلاي. ماشي، فالمفروض الصوت هيشتغل. هنعمل كده، الصوت اشتغل، كلام جميل. هل الكود ده شغال؟ شغال. هل هو وحش؟ مش وحش. هل هو سكيلابل؟ لا. هل هو مترتب؟ لا. هل هو فيه عيوب؟ كتيرة. ايه هو اكبر عيب فيه؟ حاجة اسمها كوهيجن. الكوهيجن في البرمجة معناه ان الموديول بتاعك او الكلاس بتاعتك ما ينفعش انها تعمل اكتر من حاجة ملهمش علاقة ببعض. يعني مثلا مثال بسيط، بيقول لك ان انت لو عندك موديول او كلاس اسمها دوج، كلب يعني، فالمفروض يكون جواه فانكشن بارك اللي هو يهوهو، وفيتش، وست. بس ما ينفعش يكون فيها فانكشن اسمها مياو لانه كلب، صح؟ يعني ايه؟ يعني يقصد من الاخر ان انا لو عندي كلاس اسمها بلاير، لو انا عندي هنا اهو كلاس اسمها بلاير، فالكلاس البلاير دي ممكن يبقى جواها فانكشن موف، عادي. ممكن يبقى جواها فانكشن جامب، عادي. ممكن يبقى جواها فانكشن داي، عادي. لكن ما ينفعش يبقى جواها فانكشن اسمها سيف جيم. طب هو عادي ولا مش عادي؟ عادي. مش هو مش هقول لك لا. هو فيجوال ستوديو لو انت قلت له سيف جيم جوه بلاير مش هقول لك لا، عادي. ممكن انت يا سيدي عايز تخلي المبرمج عندك يقول بلاير دوت سيف جيم، مفيش اي مشكلة، ده حاجة عادية يعني. بس في النهاية هل ده صح؟ لا، ده غلط. يبقى معنى الكوهيجن ان كل الكلاسز او الفانكشنز اللي موجودة جوه الموديول بتاعك لازم تكون يعني من نفس الحاجة. كوهيجن يعني لازقة، او يعني ايه، او زي بوندنج كده، كمان تكون الحاجة مرتبطة ببعضها. تمام. طيب فسيف جيم دي مشكلة هنا. طيب في مشكلة، افرض اللاعب بتاعي مات. طيب اللاعب بتاعي لو مات، مش في صوت بيشتغل لما اللاعب بيموت في جي تي ايه؟ طيب فانا هقول هنا اهو ان انت تشغل الصوت الفلاني، يبقى ساوند دوت بلاي، سوري، ساوند دوت بلاي. تمام. افرض اللاعب عندي مثلا لما يموت، الاعداء هيبطلوا يدوروا عليه، فهنقول الانيميز دوت مثلا جيف اب، فككوا منه لانه مات مثلا يعني. تمام. طيب فاللاعب بتاعي رغم ان هو الفانكشنز بتاعته خاصة بيه هو، الا انه بينادي على فانكشناليتيز تانية موجودة في اماكن تانية خالص. طيب ده هيعمل مشكلة ازاي؟ على المستوى البسيط اللي احنا بنتكلم فيه مفيش اي مشاكل، لكن على المستوى السكيل الكبير زي مثلا لعبة زي The Last of Us 2، ده مثال جيد جدا في الموضوع ده. طيب في لعبة The Last of Us 2، لو انت اللي ما لعبتهاش قبل كده، فاللعبة دي واصلة في مستوى من الذكاء الاصطناعي، مش الذكاء الاصطناعي اللي هو الاي اي بتاعنا اللي هو جي بي تي وكلود، الذكاء الاصطناعي بتاع الالعاب اللي هو الفاينات ستيت ماشين. تمام. واصل لمستوى مرعب قوي. ازاي بقى؟ لو انت بتلعب ذا لاست اوف اس 2 وانت مستخبي هنا ورا العربيه دي، ودول شويه اعداء واقفين في المكان، عايز اقول لك ان انت لو اللاعب ده شافك مش بيضرب عليك نار على طول، لا، بينادي على اقرب واحد ليه او بينادي على اصحابه. مش بس بينادي على اصحابه، بينادي عليهم بالاسم. يعني لو ده اسمه مات فيقول يا مات، ولو ده اسمه جوني مثلا فيقول يا جوني. تمام. وهكذا. فهينادي على اقرب واحد ليه. طب افرض اقرب واحد ليه ده مات، هو اسمه مات برضو بس هو مات الله يرحمه يعني. تمام. فلو هو اتقتل اقرب واحد ليه ده، اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان هو مش بس هيروح يشوفه، لا، ده هينادي على جوني اللي هو تاني اقرب واحد ليه، يقول له الحق ده في واحد اتقتل. فجوني هيبدأ يروح يشوف ده اتقتل ليه، وده اللاعب ده هيبدأ يدور يشوف ضرب النار ده جه منين، اللي هو من المكان اللي انت فيه، فيبدأ يروح ينفستيجيت المنطقة او يدور عليك في الحتة دي. فده ذكاء اصطناعي مرعب جدا. كل الاعداء اللي في المنطقة عارفين بعض باساميهم، وعارفين هم واقفين فين، ويقول لك ده انت دور هنا وانت دور هناك،
وهكذا. فده موضوع معقد جدا. ده معناه ايه على مستوى الكود؟ على مستوى الكود ده معناه ان كل عدو عارف كل حاجة عن كل عدو تاني، عارف اسمه، عارف هو واقف فين، عارف هو معاه سلاح ايه، ممكن يمسك سلاح اللاعب التاني لو مثلا سلاحه مثلا خلص او كده. انا يعني مش فاكر، ما شفتش السيناريو ده قبل كده، بس احنا بنضرب مثل يعني. تمام، وهكذا. طيب، فده مش هينفع مع الكلام ده كله، ده هيبقى مع كاكا. ليه؟ لان انت في نفس الكلاس اللي هي بتاعت التفاحة بتنادي على اليو اي. طب ليه التفاحة بتتعامل مع اليو اي؟ في التفاحة بتتعامل مع الصوت. طب ليه التفاحة بتتعامل مع الصوت؟ التفاحة اخرها تتعامل مع التفاح اللي زيه، صح؟ يبقى التفاحة ملهاش علاقة بالقصة دي كلها. طيب، عايزين بقى نحول الكود ده من اللعبكة دي لكود كوهيزف مظبوط 100%. ده كده الكود بتاع التفاحة هيخلي جواه فانكشن اسمها ميك ابل روت، يعني خلي التفاحة تعفن بس. انتهت كده. افتح يونيتي انجن. طيب، هنعمل هنا سكريبت جديد ونسميه أم... نقول مثلا ايه، يو اي سيستم مثلا. اليو اي سيستم ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو هي هيشيل اليو اي. فنقول هنا اهو serialize field هيشيل اليو اي، يبقى جيم اوبجكت يو اي بس كده. وهنعمل فانكشن اسمها show routine warning، يعني اظهر التحذير بتاع كلمة روتين دي. فهنقول show يو اي مثلا، بلاش تعقيد في الكلام، show يو اي. ماشي. طيب، طبعا هنخليها void. طيب، عشان تشو اليو اي هتقول يو اي دوت سيت اكتف بترو، صح؟ ممتاز جدا. طيب، هنيجي هنا ونعمل سكريبت تاني ونسميه ساوند سيستم. ساوند سيستم. طيب، الساوند سيستم ده وظيفته ايه بقى؟ يشغل الصوت. فهنيجي هنا ونقول serialize field ونقول audio source. audio source ونقول هنا audio. تمام. ونقول هنا public void play apple rotten sound. شغل الصوت بتاع تعفن التفاح. ماشي. ونقول هنا اهو ان الاوديو بتاعي ده، انا حاطط الاي قبل الدي مش هتفرق، دوت بلاي شغل الصوت. ماشي. طيب، يبقى الساوند سيستم هيشغل الصوت، اليو اي سيستم هيشغل، هو مش هيشغل حاجه، هو ده جاست فانكشن يعني، هيظهر اليو اي. والابل سكريبت هيعمل ايه؟ هيعكس، هيخلي التفاحه ترد. ماشي. حلو جدا. الجيم مانجر ده هو اللي هيتحكم في البيهيفير كله على بعض. جوه الجيم مانجر هنعمل كلاس، نقول public static class نسميها جيم ايفنتس، الايفنتات بتاعت الجيم بتاعتي. وهاجي هنا واقول public او static public static event واسميه on root event، يعني الايفنت ده هيشتغل لما التفاحة تعفن. يبقى في مكان ما هيقول للايفنت ده يشتغل، ومكان ما هيشغل حاجة لما الايفنت ده يتنادى. فاهم؟ اللي هو الايفنت سبسكريبشن. ماشي. طبعا ده مش هيبقى اسمه ايفنت، ده هيبقى اسمه اكشن. ماشي. طيب. طيب، يبقى public static action اسمه on routine event او on route event. طيب، ليه static عشان نناديه من اي مكان في المشروع. يعني الساوند سيستم ممكن نيجي هنا اهو ونقول game event دوت اون روت ايفنت. حلو جدا. طيب، يبقى احنا عايزين نعمل ايه بقى هنا؟ ده يبقى ده الجيم مانجر هيشيل ايه؟ هيشيل الايفنت. تمام. طيب، عايزين لما اليو اي سيستم يبقى اون انيبلد، يعني لما اليو اي سيستم ده ينيبل كسكريبت يعني، نقول ان ال
عايزين نسبسكرايب على الايفنت ده، فهنقول الجيم ايفنتس دوت اون روت ايفنت. ضيف لما الايفنت ده يفاير او ينفوك او ايا كان، تضيف له الفانكشن اللي اسمها شو يو اي، يعني لما الايفنت ده يحصل شو يو اي. ماشي. طيب، طب ولو disabled، لو السكريبت ده disabled او on disable، شيل السبسكريبشن ده. ماشي. طيب، ده كده بالنسبه للايه اليو اي سيستم. طيب تعالى بالنسبه للساوند سيستم. في واحد زمانه بيقول يا كل ده عشان ننظم الكود؟ طب ما احنا كنا كاتبين والدنيا زي الفل. صح، عندك حق، برافو عليك، انا شايف كده برضه. بس اعمل ايه؟ تمام، هنحط عليه البلاي ابل روتن ساوند، ولما نيجي نديسيبل اون ديسيبل هنقول جيم ايفنتس دوت اون روت ايفنت، شيل منه البلاي ابل روتن ساوند. فكده الكلام ده جميل. فعايزين بقى نبدأ ان احنا نشغل الكلام ده. كده هنيجي على الابل سكريبت ونقول ان اون كوليجن انتر، اون كوليجن انتر، ونقول لو الكوليجن ده دوت كولايدر دوت كومبير تاج، ودخل في التاج اللي هو اسمه روتن ابل، لو كان ده بترو، اللي هيحصل ايه بقى؟ اللي هيحصل انه جيم ايفنتس دوت اون روتن ايفنتس دوت انفوك. بس كده. في ناس بتعمل علامة استفهام هنا. ليه؟ على ايه فايدة علامة الاستفهام دي؟ ده nullable، يعني بيقول لك لو هو كأنك بتقول if لو ان الجيم ايفنتس دوت اون روتن ايفنت نوت ايكوال تو null، شغاله يعني. تمام، تتأكد يعني ان هو null الاول، اللي هو مش بنل يعني. طيب، يبقى لما التفاحتين يلمسوا بعض هتميك ابل روت وهتشغل الايفنت ده. طيب الايفنت ده لما يشتغل هيعمل ايه؟ الساوند سيستم كان مسبسكرايب عليه الفانكشن اللي اسمها ابلاي روتن ساوند، فهيشغل الصوت. واليو اي سيستم كان مسبسكرايب عليه شو يو اي، فهيشغل اليو اي بتاع الورم. ماشي. طيب، بس كده. كده خلصنا. يلا بينا نجرب في المشروع. ماشي. التفاحة شايلة التفاحتين بس، ولا ليها دعوة بصوت، ولا ليها دعوة بيو اي، ولا ليها دعوة بالعفريت الازرق، ولا اي حاجة. التفاح شايل التفاح، واليو اي شايل اليو اي برضو. يبقى اليو اي ده هنعمل مثلا هنا اهو، هنا اهو كده نسميه يو اي سيستم. تمام. واليو اي سيستم ده هيشيل اليو اي سيستم، هيشيل اليو اي اللي هو ده. حلو. والساوند سيستم ده هيشيل السكريبت. سوري في الأسامي، أنا مش شرط أكون بسمي صح أوي يعني. سيستم، ما علينا. وهنحط هنا الساوند سيستم، ونيجي هنا الساوند سورس. ممكن نيجي هنا نسمي ده روتن ساوند سورس عشان نبقى عارفين إن ده السورس بتاع الروتن. تمام، ونحطه هنا كده. وده نسميه روتن يو اي، روتن يو اي يعني ده اليو اي اللي هيظهر لما التفاحة تتعفن. تمام، وهكذا. يبقى اليو اي سيستم شايل الروتن يو اي، والساوند سيستم شايل الكومبوننت اللي هو بتاع الروتن ساوند سورس، والتفاحة شايلة التفاح. طيب تعالى يا باشا نشغل بقى. لو جينا حركنا التفاحة دي كده، اليو اي هيظهر والصوت فعلا اشتغل. نايس جدا. بس يبقى انت كده لما تيجي تقدم الكود بتاعك، يبقى الموضوع بسيط. التفاحة شايلة الكود اللي بيخلي التفاحة تعفن، اليو اي شايل الكود اللي بيظهر اليو اي ويخفي، الساوند سيستم شايل الكود بيشغل الصوت، وهكذا بقى. والجيم مانجر شايل الايفنتات بتاعتنا. بس، وخلصنا. موضوع بسيط جدا 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 ومترتب جدا جدا جدا. يبقى ده كده اسمه الكوهيجن في الكودينج.